السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تنوي تجيبي فرخة يبقى لازم تدلعيها وتعمليها بالطريقة الصح. النهاردة هنسلق الفراخ مع بعض بطريقة جديدة وجميلة جدا، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا. عايزة اقولك الشوربة هيبقى طعمها روعة، مش هتقلب ريحة الشقة بس، لا ده هتقلب ريحة الشارع كله. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك جدا. طريقتها سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف سلقنا الفرخة التحفة دي ازاي. اول حاجه عندي فرخه بوزن 2 كيلو، غسلتها غسله كويسه جدا، نقعتها بميه وخل وملح وليمون ومعلقه دقيق. لازم تغسلي الفرخه كويس جدا من جوه، بيبقى فيه كده بقايا ما بين الاوراق، لازم تشيليها وتتخلصي منها تماما. شطفتها صفتها من الميه ونشفتها كويس جدا من الميه. هنحتاج كمان بصلايه مبشوره وكمان طماطميه مبشوره، حابه تضربيهم في الكبه براحتك، حابه تبشريهم بالمبشره براحتك، حابه تقطعي الطماطم قطع صغيره زي ما انا عملت كده براحتك. هنضيف كده معلقه ملح، الملح ده عليه كل البهارات اللي انا هضيفه. وكمان هنضيف رشة من الفلفل الاسود. هندعك البصل بالطماطم كويس جدا، وعايزه اقولك الخلطة دي تحفة، هتخلي ريحة الشوربة تجنن. ريحة الشوربة كانت جميلة جدا، ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. خلاص كده بعد ما دعكتها كويس جدا هنتبل الفرخة من جوه ومن بره وتحت الجلد، ادعكي الفرخة كلها كده كويس جدا. ولو قدرت تعملي التتبيله دي قبلها بيوم وتسيبيها هتبقى تحفه، الفرخه هتبقى متشربه من التتبيله والبصل والبهارات اللي فيها، هيبقى طعمها خطير، محدش هيصدق ابدا ان الفرخه دي مسلوقه. شايفين بدعكه كويس جدا. اتمنى منك لو لسه مكمله الفيديو معايا لحد دلوقتي يا ريت تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. خلاص كده بعد ما دعكتها وكمان دعكت الكبده والقنصه معاها، وهدخلها وهسيبها منقوعه لمده ساعتين. اقل حاجه يا بنات سيبيها لمده ساعتين عشان تتشرب من التتبيله كويس جدا. هكتفها وبعد كده هغطيها بكيس وهدخلها التلاجة لمده ساعتين. شايفين شكل الخلطه على الفرخه ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه وبالطريقه جميله جدا. عايزه اقولك لو عملت على الفرخه دي حبه ملوخيه خضرة كده، الملوخيه هتبقى روعه لان فعلا طعم الشوربه يجنن. خلاص كده بعد مرور ساعتين هنشيل الكيس وهنفض اي حاجه من التتبيله الخارجيه اللي على الفرخه، التتبيله اللي من جوه مش هنشيلها لانها هتدي للفرخه طعم جميل جدا. وما تقلقيش لو نزلت في الشوربه عادي مفيش اي مشكله. اهم حاجه بس تنفضي كل اللي على الفرخه من بره عشان ما يتحرقش معانا اثناء ما نشوح الفرخه. هطلع الكبده والقنصه بس بالطريقه دي، وهنفض الفرخه كويس جدا، ما تسيبيش اي حاجه من التتبيله عليها، والتتبيله المتبقيه دي اوعي ترميها لان احنا هنضيفها على الشوربه. عند حلة على البوتاجاز ضفت فيها معلقة كبيرة من السمنة، سبتها تسخن كويس جدا والحلة تسخن. ودلوقتي خلاص بعد ما الحلة سخنت والسمنة ساحت هننزل بالفرخة. شايفين الخلطة اللي انا ضفتها في الفرخة من جوه موجودة ما شلتهاش. هفضل اشوح في الفرخة كده لحد ما تاخد لون جميل. تقدري كمان التتبيلة دي لو الفرخة مش لازم تكون سليمة برضو تعمليها بالطريقة دي هتبقى جميلة جدا. شايفين اللون التحفة اللي الفرخة خدته جميل جدا. هبدأ اشوح في الفرخة من كل جهة بالطريقة دي. ودلوقتي هضيف البهارات، عندي كزبره حبه، عندي حبهان، عندي قرنفل، ورق لوري، عندي جزرايه. هقلب كويس جدا كده لحد ما اشم ريحه البهارات. كمان هضيف مكعب من المرقه، ولو حابه تستغنى عنه ده اختياري مفيش مشكله براحتك، بس بيخلي طعم الشوربه تحفه. هنقلب كويس جدا لحد كده ما تشمي ريحه البهارات. شايفين لون الفرخه ما شاء الله اللهم بارك تحفه. دلوقتي هننزل بباقي التتبيله، البصل والطماطم. وما تقلقيش زي ما قلتلك بعد الفرخه ما تستوي الخلطه دي هتركز في الشوربه تحت ومش هتبان ابدا في الشوربه، بالعكس هتدي طعم للشوربه رهيب. خلاص كده بعد ما شوحت الفرخه دلوقتي هننزل بميه مغليه، ومش عايزه شوربه كتير، عايزه الشوربه تكون مركزه، فمش هكتر شوربه. شايفين الفرخه باينه، كل 5 دقايق كده هاجي اقلبها عشان كلها تستوي سوا واحد. دلوقتي كمان هنضيف الملح في الفراخ، بضيف الملح من اول السوا عشان الفرخه تتشرب بالملح. ضفت كده الملح وظبطت الملح بتاعي. كده هغطيها وزي ما قلت لك كل 5 دقايق هقلب الفرخه عشان تستوي. وخلاص كده بعد الفرخه ما استوت حطيت غرست السكينه في الفرخه بالطريقه دي لقيتها استوت. خرجتها في الصينيه وسبتها لحد ما اتشمعت تماما، اتشمعت يعني هتلاقي كده الجلد بتاع الفرخه نشف وتصفت تماما من الشوربه. هنجيب معلقتين من السمنه او زبده
وهندهن بيهم الفرخة بالطريقة دي، لا هنضيف كاتشب ولا صلصة ولا اي حاجة من الكلام ده. هو معلقتين سمنة بس، او ممكن تستبدليهم بزبدة، وهندهن الفرخة كويس جدا من كل ناحية. حاولي كده تغلي فيها كويس جدا بالسمنة، وهندخلها تحت الشواية. خدت معايا تحت الشواية كده حوالي نص ساعة، كنت كل شوية كده بقلبها وباخد من الصوص اللي بينزل منها اللي هو الدهون، وبدهن الفرخ. هتطلع معاكي تحفة ما شاء الله، اللهم بارك. كل اللي هيشوفها مستحيل يصدق ان الفرخة دي مسلوقة. خلاص كده هدخلها تحت الشواية. شايفين الجمال والحلاوة ما شاء الله، اللهم بارك. الفرخة فيها لمعة تحفة، لان كنت كل شوية كده باخد من الدهون اللي بتنزل منها وبدهنها. الفرخة جميلة جدا، ان شاء الله تجربيها وهتعجبك. واتمنى تدعميني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون خلص، واشوفك في فيديو جديد، ومع السلامة.